كثير من اللقطات الجميلة في المدرجات، لكن نبحث عن الأجمل أيضا من خلال هذه الكرة. تصل التعادل يأتي عن طريق ياسر بفرحة جنونية. التي في النهاية شوف اللقطة وشوف الرأسية. إن كانت من جيفرسون فهي الأقرب بأن تكون تسللا، وإن كانت من المدافع ممكن شوف هذه اللقطة الصعبة اللي يمكن لحكم المباراة أن يتخذ فيها قرار. شوف أعتقد هذا سليم. مباراة فيها المساحات للفريقين وفرصة بالراس في المرمى. سعيدان في هذه العرضية. الغاني يتقدم، كريم سادات يلعب كورة وتسديدة. فرص مباراة فيها تسديدة من الفريقين من خارج. وحمد العليفي. تستمر محاولات مشاهدينا وتابعينا في هذه اللحظات، والكرة على الجهة اليمنى يلعب كوكا. نادي الجبلين سابقا ونعم نادي القيصومة الأكبر من ناحية البنية الجسمانية. أول من بطولة الدوري دوري يلو بالجولة 14. أيضا أن نسعد بنطق سليم لاسمه. هذه المرة يتخذ القرار السليم. ياسر يحولها. ثالث راح يكون قاضي أمام مطلق، لكن الآن عودة لكل لاعبين لفريق القادسية. كرة مرتدة سريعة وصلت إلى آل اليمين إلى أقصى اليمين. كنترول جميل في الجهة اليمنى، وهذه كرة قادمة يا كاريلو أطلب الجانبية. تنفذ وتلعب اتجاه تصل على اليسار. محاولة قائمة هنا. كرة تعود الآن من جديد، وهنا فرصة هدف أول تضيع. فرصة أول. سليماني الكرة طويلة في اتجاه إيلون، ياخذ كورته على اليمين، يبحث جميل لعبها تراوي يلعب كرة للمباراة الأول. شهلاوي خاطئة من السدة. إيلون خطير، إيلون يلعب مع الصفا في هذه المباراة. كرة تلعب للأمام برا الفريق. مسلم الفريج يلعب على المطيري. لمسة يد على المطيري. ويتواجد الكرة الآن منقولة ملعوبة فترات. هذه الكرة اللي كان عليها وجدة محمد صوعان، والكرة الآن منقولة ملعوب صاحب الثلاثة. واضح معك الإحصائيات، الاستحواذ 51% للخلود. سليماني أو نعم نقل الكرة إلى المطيري. عبد المجيد إلى ياسر سعيدان. أمامية الآن منقولة للجريدة أشرت على صف. هنا ليبيانو البرتغالي، والخلود يمتلك الكرة كثيرا، والكرة الآن عند إليوت. جيفرسون نقلها إلى هزازي، إلى السعيدان. ياسر إلى التعادل السلبي. اليو تيموس. 3 محترفين. تحدث عن هرب من التكتلات الدفاعية بالنسبة للقيصومة. أحمد السلطان، لكن ما صالح هزاع عسيري. هزاع أيوب الأخضر. بعد ذلك جيفرسون سانتوس، أيضا ياسر سعيدان. كما قلت الشوط الأول سلطان أيضا محور الارتكاز الآخر بالبكيرية ب 388 تمريرة، تمريرة بدقة 86%. أيضا الثاني البكيرية البنفسجي، وأيضا أحد جدة الساعة 8 في هذه الجولة. غدا بحول الله هجر النجمة ترجي العين. تواجد في وصافة الدوري اليلو في خلف فريق القادسية بفاز دوري يلو. كرة في المنتصف الآن الوسط، وكرة راية الآن تلعب على اليمين. الله لإبراهيم الحربي، لكن تقطع وتعود سريعة. ياسر السعيداني مشيها. كرة على اليمين تلعب، محاولة سريعة في المنتصف. ياسر السعيداني يبدو القيصومة تاسع في مواجهة الفريقين.
في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، لكن تقطع تغطية ممتازة. تعود الآن للقيسوم على اليمين أمامية نادي القيسومة أيها السيدات والسادة يأتي في معتز أكشب خطيرة لمصلحة نادي القيسومة، خطيرة ما دام كرة ملعوبة إلى طارق العنتي، يلعب كرة إلى طارق حامد، وصلت إلى طارق حامد في محاولة إلى نيكولاي، في محاولة للمرور لكنه لم ينجح في المراوحية وترفيهية في هذا المشروع. الآن الكرة لعبت اللي يعتقد بأن الفريقين بدأ يقوي على القيسومة بعدما كان متقدما القيسومة، وكأننا نلعب شوط إضافي. لعبنا تقريبا 17 دقيقة. السنان ياسر في الجبهة اليمنى بالكعب ذات أهداف، ومن خلالها يعتني بالعربي بصدارة الدوري. في الدوري في 4 جولات فوز، انتصار قريب جدا للعرباوية. عن اللقاء تجد بأن الفريق تغير شكله بشكل كبير جدا. تعود بعد ذلك لمصلحة إليوت، سرعة طويلة عودة، لكن الأمور صعبة الآن. لكنها لا زالت قائمة، لا زالت قائمة. خلص الدفاع. تعود بعد ذلك الأمام منقولة تلعب في الجانب الأيمن. محمود بكر حاول هو إضافة لمصلحة ياسر السعيد، لا تزال عند ياسر ملعوبة لمصلحة الجندل. المحاولة من ديمبلي في الجهة اليسرى الآن لمصلحة فريق القيسومة. كانت عنده اللي جعل الواضح انه لم يلعب الكرة بشكل سريع وتأنى فيها، لأنه كان متوقع أنه تقدم لأغلب لاعبي القيسومة إلى الأمام ومؤازرة من قبل جماهير الشبيب. وين